تطبيق العديد من معايير الجودة في الإدارة والإنتاج، وذلك خلال مسيرتها الممتدة على أكثر من 40 عاما، والتي بدأت بورشة رخام صغيرة في قرية أسيون منذ الستينات، واستمرت لتشكل مجموعة شركات يتجاوز عددها حاليا 30 شركة. حصلت على شهادات الامتياز بالتصدير وشهادات الجودة العالمية مثل إيزو 9001 والإيزو 9002، والآن وضعت في اعتبارها وخططها العمل على الموائمة مع معايير السوق الأوروبية المشتركة في الصناعة والتجارة، وقد حققت في السنوات الأخيرة خطوات جيدة حتى باتت نموذجا يحتذى به. يسرني أن أدعو السيد أورهان كولكتين مدير جمعية الجودة الصناعية وصاحب جائزة الشرف السيد فكري شاد أوغلو إلى المنصة. يلا عجل عجل الله يخليك. لك خلاص انسى. تعا معي خلينا نكمل السكرة. لك شبك انت جنيت؟ اذا شافك جدي بموتنا. تعا ننسى انا كنت جاي بكي بس تاخرت بسبب عيشة، كان في عندها تصوير اعلان، بقيت ناطر حتى تخلص، بقيت ناطر ساعتين برا. بالاخر بعثت لي مسج قالت اخر موعد التصوير. طيب شو ساوي انا هلا؟ قل لي. طيب ليش النسوان هيك؟ والله اخرتني على جدي. وانت زعلان؟ لك جدي اللي بيزعل مو انا. يلا امشي يلا. عم يعذبوك النسوان؟ لك تعال هلا خلصني يلا. لا خلص ما في وقت يلا بسرعة. لك ايه لا تدفش. لقد عشت سعادة تلقي العديد من الجوائز خلال حياتي المهنية، لكن لهذه الجائزة مكانة خاصة في قلبي. شكرا لكم جميعا على ثقتكم الغالية بي، لكن هذه الجائزة لا أتقبلها بمفردي بل باسم عائلة شاد أوغلو، وهذه العائلة هي أغلى شيء في حياتي كلها. عندما تكون العائلة متحدة تكون الشركات متحدة والوطن متحدا والأمة متحدة وقوية. شبكي ستي ليش عم تبكي؟ ما عم ببكي. بلا عم تبكي. ما أحلى كلام فكري بيك كبير. ذكروا أفيون كمان؟ طبعا بدهم يذكروها يا حبيبتي، ما هون بلش فكري بيك شغله من لما كان شاب. رجال تعيب جمع رزقه بعرق جبينه، ما بيعرف الحرام وابن أصل بحياته ما نسينا. وبيحبك كتير يا نور. وأنا كمان بحبه. لو كنت هنيك هلأ كنت وقفت وهتفت عاش فكري بيك. والله بتعمليها. والله كنت عملتها، الرجال بيستاهل. وانتي كمان كنتي هتفتي معي. وأنا شو بده ياخذني لهيك حفلات يا ستي؟ ميسون حاسي جدي مبسوط. تعال لازم تسلم على جدك يلا. مبروك جدو. تعال. الله
وقف. شوفي، انت لحالك هلا؟ يعني فيني احكي معك؟ احكي. درويش تعبان شوي. شو صاير معه؟ رجع من المدرسة امبارح، عينه واجعته، دهنت له اياها بمرهم، ارتاح ونام. بس اليوم ورمت كتير وعم يسأل عنك. بابا اعطيني اياه لحكي. الو درويش، شو في بابا؟ عيني. طول بالك، بكره بتطيب. وين انت؟ انا بالشغل. انا ما عاد رح اشوف بابا. بابا لا تقول هيك، بتروح على الدكتور بيعطيك دواء بطيب. ماشي بابا. عم بستنى تصير الساعة 9 لأخده على المستشفى. هيك احسن، بلا دهن المراهم. دهنت له اياها لأنه ما كان فيني أخده امبارح على المستشفى. ماشي الحال. شو غلطت؟ طبعا غلطتي، كان فينك تتصلي بالدكتور. على كل حال خديه على المستشفى بسرعة. بدك تيجي المساء؟ لشوف. اتصل فيني. طيب يلا باي إسراء. سيارتي وين سيارتي؟ ما بعرف. كيف ما بتعرف يا عثمان؟ كيف هيك؟ إذا أنت ما بتعرف مين رح يعرف يعني؟ طيب أنت مو صفيت سيارتك هون امبارح؟ مبلا صفيتها، بس وينها هلا؟ ليكون حدا أخدها. عثمان أنت ما أعطيت المفتاح لحدا؟ بس بدها تكون عيشة أخدتها. لا تجنني، شو بده يجيب عيشة لهون يعني؟ بعدين ليش عم تحكي عنها؟ هلا بيسمعك حدا. يا سيدي أحسن شي تسأل جدك، بلكي بيعرف وين سيارتك المصونة. إيه شو شايف جدي ناطور سيارات؟ جدي طلب أخدها؟ ايه والله مع الأسف أخدها. أكيد صارت بكراج من كراجات الشركة. أنا زعلت كتير مشانك، بس بتعرف ما باليد حيلة، الله وكيلك. يا الله شو بدي ساوي هلا؟ هاي بطاقة لركوب المترو، خود فيك تستخدمها اليوم كله، بس بترجع لي إياها المساء، لا تنساها، أنا بدي إياها. هذا اللي ناقصني والله.